السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل لكم طريقة بتنجان مقلي بطريقة غير التقليدية خالص. انا عملته معاكم قبل كده البتنجان البانيه، وده شبيه له بالظبط بس هيبقى بحاله كده. هنشوف هنعمل ايه. خليكم معايا بتنجانتين، هنجرب في الاتنين الطوال دول، ولازم تبقى طويلة كده، يبقى الحجم طويل كده. هنقشره، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقشره. هنقشر بس مش هنيجي عند الجزء اللي فوق اللي هو العنقود بتاعه ده، العنق بتاعه. هنقشرها كلها. طبعا كلنا بنقشر البتنجان عادي، مبقاش في حاجه مشكله يعني، ولا حاجه صعبه، بس هنقشره كله، مش هنخلي فيه حاجه. القشره السودا كلها هنشيلها. هقشرهم بقى، وبعد ما اقشرهم اوريكم هنعمل ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان ما اطولش عليكم بس الفيديو. يا حبايبي هنا انا قشرته الاتنين اهو. بنقشر من ورا هنا، من هنا كده، مش بنقشر من هنا عشان ما نجيش عند العنق ده. وبقطعه بقى، قطعته كده اهو، بصوا قطعته كده اهو، قطعته بالطول اهو، قطعته كده. هوريكم احنا بنقطعها ازاي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنيجي من هنا كده نعمل سمك رفيع كده للاخر. بعد كده نبدا اهو نعمل سمك رفيع، مش تخين ولا رفيع. ما فيهاش حاجه صعبه يعني. نسلكه من بعض. هنا اهي بص حبايبي اهي، بقت بالشكل ده اهي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنروح نحطها. احنا طبعا غاسلين البتنجان قبل ما نقشره، غسلناه قبل ما نقشره. هنحطه في ميه وملح شويه عشان ينزل الثمار اللي بيبقى فيه والميه اللي فيه، وبعد كده هنشوف هنقليه ازاي ونعمل ايه فيه. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي، هنا بعد ما نقعته في الميه وملح اهوت، حتى انا سبته شويه كتار يعني دي ساعه، عشان انا مش يعني مش مستعجله عليه قوي يعني. انتوا بقى تحطوا نص ساعه ربع ساعه في الميه، وتضغطوا عليه كده عشان بحاجه تقيله، عشان يغطس كده ويشرب في الميه. وعصرته ونشفته حلو اهو. معايا هنا بقى بيضه، معايا بيضه اهيت، ما اوريكم صح. معايا هنا بيضه وحطيت عليها شويه لبن، معلقتين لبن ومعلقه خل وحبه فلفل اسود، وخفقتهم كده مع بعض. كان بيضه على قد البتنجانتين. وبالمناسبه البتنجان ده رومي ونقيت الطويله، لو جبت العروس هيبقى ما فيهوش لحم زي ده كده، ده بيبقى فيه لحم. بحس هنا بقى الدقيق البقسماط اللي هو زي اللي احنا بنعمل بيه البانيه، اللي زي الفيجيتار دوت، اللي هو الجاهز اللي عليه التوابل والبهارات. ما عندكيش اعملي بقسماط عادي وحط عليه شويه دقيق ذره. لو ما عندكيش عادي برده ممكن تحط عليه شويه دقيق ابيض، او ما فيش يبقى ما فيش مشكله. وحطيت انا شويه بهارات عليه، هو مبهر بس انا زودت البهارات. حطيت شويه كاري، نص معلقه صغيره، ونص معلقه كزبره ناشفه، ونص معلقه كمون، ونص معلقه فلفل، ونص معلقه بهارات البهارات المشكله اللي هي 7 بهارات في بعض. اقلبهم في بعض كده. هنقول يا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. هنقلب كده. طبعا احنا حاطين الطاسه على البوتاجاز فيها الزيت بتسخن كده. هنقلب في بعض كده، نقلب وندخل كل المكونات مع بعض عشان يبقى كله طعم واحد، مبقاش في حاجه متطعمه وحاجه لا. ندخل المكونات حلو كده، وحسب ما انت عايزه الكميه قد ايه. انا بوريكي نموذج منه لاني مالي السوشيال ميديا على القنوات كلها، فقلت اعمله لكم. انا بحب اعمل حاجه اعرفكم معايا واوريها لكم معايا، نبقى مع بعض في كل حاجه. وانا هي نفس طريقه البتنجان الرومي اللي انا عملته قبل كده، اللي هو البانيه، هو نفسه، بس دوت بقى بطريقه تانيه يعني، شرايح كده، وعاملينه في عاملينه بقى يعني افتكاسات زي ما بيقولوا يعني، كده حاجات كده بيخترعوا يعني، كل شويه بيخترعوا حاجه فبنعمل زيهم ما بيعملوا يعني كده. كل المكونات دخلت. انا دلوقتي هحط هغمسه في هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هغمسه كده في البتاع هنا، هغمسه حلو في قلب البيض كلها، اخليها كلها تتشرب بالبيض اهو.
اهي اللي انا كده عملتها كلها، غمستها كلها، غمست كل قطعه فيها اتغمست بالبيض، بالسائل اللي انا عاملاه بتاع البيض ده. وهنيجي هنا بسم الله الرحمن الرحيم، هنيجي هنا هنعمل كده زي ما يكون بنعمل بانيه. هنشرب برضو كلها كده اهي، كلها كده من جوه، كل واحده فيها نغلفها والبقسماط. بنفتح كده، بنفتح ما بينهم كده وبنعمل اهو. كلها كده اهي اتغمست البقسماط، كل قطعه فيها اتغمست اهي. هنروح بقى على الزيت، يكون سخن، يكون سخن والعين ما تكونش عاليه قوي عشان يستوي معاكي كده اهو. يلا هنروح كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هتتحمر بقى، وبعد كده هنقلبها على الناحية التانية هوريها لكم. لازم نفتحها كده عشان كل واحدة تتغلف بالزيت وتاخد وضعها. خليكم معايا بقى فين تتحمر ونوريها لكم هتبقى عاملة ازاي. كلها بالزيت عشان ما فيش واحدة تبقى مهياش داخل فيها الزيت. لفها مرتين واقلبها تاني لغاية ما كلها تتغلف وكلها تبقى زي بعضها. خليكم معايا بقى في آخر الفيديو عشان نشوف هنعمل. بصوا يا حبايبي، أنا بعد ما خلص اهو قدامكم اهو. بصوا هنعمل ازاي. هنقطع واحدة بقى ندوقها بسم الله الرحمن الرحيم. مقرمش وطعمه جميل، لو انت تدوقوا قدامكم اشوفوا ايه. انا اول مرة اعمله بس فعلا طعمه جميل جدا. جربوه، عامل زي ما يكون لحمة، عامل زي ما يكون بانيه. طعمه تحفة يا جماعة والله، جربوه يعني مش هنخسر حاجة. اهو حاجات بنجددها، حاجة جديدة بنجربها ومش هنخسر حاجة. وبعدين ما هياش غالية أوي ولا حاجة، كل المكونات موجودة عندنا. بتنجانتين، عندنا بيضة، شوية دقيق وشوية زيت، وهيتقلوا. هيبقى حاجة جديدة معمولة جديدة بطريقة جديدة، نحطها قدام ضيوفنا وقدام ولادنا مع أكل، مع أي أكل، مع أي أكلة، مع بطاطس محمرة، مع نكون أكلة شعبية، مع طعمية مقلية، بطاطس محمرة، بطاطس مهروسة، ونعملها أكلة وغدوة، وتبقى أكلة وتعمل تبقى غدوة وعدت. جربوها اهو، شكلها جميل وتحفة اهو. بصوا انا جملتها بشوية، رشيت عليها كده شوية خضرة اهي. قولوا لي رأيكم ايه، وجزاكم الله كل خير، وبحبكم في الله. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منوريني دايما في قناتي وعلى راسي من فوق.